انا عارف ان كل نصب الكتروني او جريمه الكترونيه بقى ليها تصرف، وعارف ان احنا يعني كنا بنتكلم قبل الحلقه ان في الاخر هندي التصرف. بس خلينا نقفل الحته بتاعت حد كلمني قال انا بحث بيانات. التصرف الصح للمواطن في اللحظه دي ايه؟ التصرف الصح إن هو يقول له لأ، أنا هاحدّث بياناتي من خلال الفرع، أنا هاروح الفرع بتاعي على فكرة ساعات المحتال بيتصل بالعميل، فيبقى العميل لسه مخلّص تحديث البيانات، اه. فيقوم قايل له أنا لسه محدّث بياناتي، فنبقى عارفين العميل ساعتها أول ما ييجي له الاتصال ده يقول له لأ شكرًا، أنا باحدّث بياناتي من خلال الفرع، يقول له طَب عشان أوفّر وقتك لأ، مفيش الكلام ما ده. فيش طيب، الكلام ده. وبحط رقم التليفون. حضرتك قلت لي ببلغ عن رقم التليفون ده علشان نوعي آه، الناس. يتصل ممكن العميل بالcall center بتاعنا 19 6 2 3 علشان يبلّغ إن جات له مكالمة احتيالية، ويبلّغ إيه الرقم المحتال اللي اتصل الرقم بيه. علشان يبقى خلاص الرقم ده على الأقل اتسجل في بالضبط، بالضبط، وفي المعلومات الأمنية. خطوة ممكن برضه يعملها العميل إن هو الحقيقة جهاز تنظيم الاتصالات كافة أجهزة الدولة الحقيقة بتتعاون علشان مكافحة المحاولات الاحتيالية دي، ففي تطبيق أطلقه جهاز تنظيم الاتصالات اللي هو My NTRA بالظبط. application، فممكن من خلال الapplication دي برضه العميل يوضّح إن هو اتعرض لمكالمة احتيالية ويكتب الرقم ويكتب الرقم ده. اللي اتصل بيه. يو بودكاست مش مجرد كلام،